ولما بتقابل ليف لاريس بيقول لها انه عنده معلومات عن قضية إيلين، وبيقول لها ان الحيوان ده مش حيوان عادي وانه ذئب ملعون واسمه ذئب الجحيم. وبيحكي لاريس عن أسطورة الذئب ده وان الفايكنجز هم اللي حرروه من 1000 سنة وجابوه على الجزيرة، وبيقول ان الذئب ده قوته بتزيد كل يوم وانه دلوقتي بقى ذئب خطر جدا وعملاق. بس بتكون ليف مش مصدقة كلامه ومش بتصدق في كلام الأساطير، وبتطلب منه إذا كان عنده معلومة حقيقية أو دليل يقوله، ولو ما عندوش يسكت. لكن لاريس بيقول لها إن دي الحقيقة وإنه بيطارد الذئب ده من كتير جدا وبيحاول يخلص عليه، وآخر مرة حاول يتخلص منه هجم عليه الذئب وأكل دراعه. وبيقول لها إنها لازم تقضي على الذئب ده وعلى أي شخص الذئب لعنه ولمسه، وده لأن لو جرح الذئب ده أي شخص بيحوله المستذئب. لكن بتتعصب ليف جدا من اللي بتسمعه وبتكون فاكراه بيهزر وبتطرده من المكتب. ولما بيقوم علشان يمشي بيقول لها ان الطلق العادي مش بيأثر في الذئب، وان لو هي عايزه تخلص عليه يبقى لازم تستخدم رصاص من الفضه، وبيديها رصاصه من الفضه وبيقول لها انها ممكن تحتاجها. وبيمشي لاريس وبنشوف